صباح مقاطعة قامشلو اليوم خيمة اعتصام أمام مكتب مفوضية الأمم المتحدة لإبداء تضامنهم مع الحملة الدولية لحرية القائد عبد الله أوجلان، والتي انطلقت تحت شعار الحرية لأوجلان الحل السياسي للقضية الكردية. وأشار البيان إلى سياسة العزلة التي تمارسها الدولة التركية على القائد عبد الله أوجلان، وبين أن حالة العزلة والتجريد الممنهجة والمستمرة تخالف الأعراف والقوانين الحقوقية. وعلى هامش الفعالية تحدث عضو هيئة أعيان شمال وشرق سوريا همبر حسن، مؤكدا على الاستمرار بالفعاليات والنشاطات لدعم حملة حرية القائد الجسدية. من جهتها بيّنت عضوة مجلس عوائل الشهداء في قامشلو فاطمة الجاسم أن حرية القائد الجسدية هي حرية كافة الشعوب، مطالبة جميع المنظمات الدولية لإيجاد حل لهذه الممارسات من قبل الدولة التركية. وستستمر فعاليات خيمة الاعتصام حتى 23 من الشهر الحالي. القائد عبد الله أوجلان لديه حلول معظم المشاكل في الشرق الأوسط، وطرح بعضا منها، وأولها فكر وفلسفة الأمة الديمقراطية، العيش المشترك والديمقراطية، وأن يقبل الإنسان أخيه الإنسان بدينه، بعرقه، بلونه، بعاداته. نحن أيضا مستمرون في هذه الحملة التي بدأت وداعمون لهذه الحملة على مستوى شمال شرق سوريا، شيوخ ووجهاء وأعيان قبائل وعشائر المنطقة، إلى أن نصل الهدف المرجو وهو حرية القائد. حرية القائد لا تعني فقط حرية شخصه، إنما تعني حل القضية الكردية. بدون حل القضية الكردية في الشرق الأوسط وسوريا خاصة لا يمكن انهاء الأزمة الموجودة في سوريا وفي الشرق الأوسط. 4 دول: تركيا، العراق، إيران، سوريا. فحل القضية الكردية هو مفتاح الحل في الشرق الأوسط وفي هذه الدول أيضا. نأمل ونتمنى من المنظمات المعنية والمنظمات الحقوقية والإنسانية أن تقوم بواجبها تجاه حرية القائد عبد الله أوجلان، والعزلة المفروضة عليه يجب إنهاء هذه العزلة، يجب لقاء القائد بمحاميه. نطالب باللقاء بشكل مستمر. أسير ليس أسيرا عاديا، إنما هو يمثل فكر، يمثل فلسفة، يمثل قوم، يمثل أمة بكاملها برمتها. لذلك مطلوب منا، ونحن مستمرون، ومطلوب من المنظمات الحقوقية والديمقراطية أيضا أن تقوم بواجبها وتضغط على حكومة رجب طيب أردوغان وأكابا بأن تلزمها بالقوانين الإنسانية. جئنا لنضم صوتنا إلى أصوات الرفاق الذين بدأوا بالحملة من أجل حرية القائد الجسدية. فحرية القائد الجسدية هي حرية القضية الكردية وحل مشاكل الشرق الأوسط عامة، وليس القضية الكردية فقط. حل مشاكل الشرق الأوسط هي بحرية القائد عبد الله أوجلان. سوف نناضل من أجل تحرير القائد، سوف نقوم بالمسيرات، سوف نقوم بالاعتصامات، سوف نقوم بالتنديد من أجل القائد. لن نهدأ أو يرتاح لنا جفن أو بال حتى يخرج القائد من سجنه.